في أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية التي تعد صرحا علميا متميزا على مستوى المنطقة وشمال إفريقيا في مجالات الحماية المدنية، رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم حفل تخريج الفوج الأول من طلبة الأكاديمية التي أنشئت في عام 2009 بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني. وخلال الحفل الذي أقيم في مبنى الأكاديمية ألقى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور نبيل الشواقفة كلمة أشار فيها إلى أن هذا الصرح العلمي جاء تلبية لمستجدات العصر ولمواكبة ما تشهده المملكة من نهضة شاملة، الأمر الذي يمنح الأكاديمية ميزة الريادة في هذا المجال العلمي الحيوي. لقد شكل تأسيس هذه الأكاديمية التي تشرفت بحمل اسمكم الغالي علامة فارقة في مسيرة التعليم العالي في الأردن، وتطورا نوعيا فريدا بما تطرحه من برامج دراسية وتخصصات حديثة مفيدة تلبي حاجة المجتمع في داخل الوطن وخارجه، وهي تمثل نموذج للتعاون الناجح بين ثلاث مؤسسات وطنية هي الدفاع المدني وجامعة البلقاء التطبيقية والجامعة الأردنية، ومن خلال علاقة أساسها العمل الجاد المثمر وتقديم كل الدعم الممكن ضمن أقصى الإمكانات المتاحة كي نضمن أن تكون مخرجاتها من الكوادر البشرية المؤهلة المدربة. كلمة الخريجين عبرت عن اعتزاز الخريجين باعتبارهم الكوكبة والثمرة الأولى لمسيرة العطاء والإنجاز لهذه الأكاديمية التي تمنح درجة البكالوريوس في الحماية المدنية. شرف عظيم أن أقف اليوم بين يدي سموكم الكريم وأن أتحدث باسم زملائي الخريجين خريجي الفوج الأول، ولست بأفضلهم، أبناء هذا الصرح العلمي المتميز لا على مستوى الوطن بل على مستوى الشرق الأوسط، كونه يحمل اسم شبل من أشبال بني هاشم الأطهار صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم. سنودع هذه الأكاديمية لنخرج من الحياة العلمية إلى الحياة العملية، ومن مرحلة تلقي العلم والمعرفة إلى مرحلة التطبيق، لنترجم ما تلقيناه من علوم ومعارف على يدي نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية إلى أرض الواقع، ونواصل مسيرة الجد والاجتهاد في حياتنا العملية، ونساهم في بناء الوطن الغالي وتحقيق رؤية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه بأن يكون الأردن نموذجا في شتى المجالات. وتفضل سمو ولي العهد بحضور الفريق الركن طلال الكوفحي مدير عام الدفاع المدني بتوزيع الشهادات والجوائز على الأوائل والخريجين الذين توزعوا على تخصصات هندسة الإطفاء والسلامة العامة وإدارة الكوارث والإسعاف الطبي المتخصص. وتتميز البرامج التعليمية المطروحة في الأكاديمية بنوعيتها، وهي تحمل طابع الريادة في مجالات علوم الدفاع المدني والحماية المدنية. والله هذا إشي بشرفنا أن نكون من أوائل الفوج الأول في الأكاديمية مثل هيك، لأن بتطلع تخصصات جديدة لمجالات عديدة عندنا في الأردن وفي المنطقة، مثل إدارة في الكوارث. راح يكون مستقبل منيح وتخصص جديد وفي له مستقبل أكثر وبفيد المجتمع وبفيد البلد. نتمنى أنه إحنا نرفع رأس بلدنا بهذا المجال المميز ونكون مميزين وتفتخر فينا البلد زي ما احنا افتخرنا فيها من احنا صغار. وتشتمل الأكاديمية على ميادين تدريبية مزودة بأحدث التقنيات العالمية لإغراض التطبيقات العملية وعقد الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الحماية المدنية وعلوم الدفاع المدني. بشار الخرشة، التلفزيون الأردني.